صاحب فرق مایه قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن هم خوردن مدیو کی مصرفین دیمان و پادیمان هر اجتماع دیمان و پادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابا خوی نقشی بکن تاجی جیهان بابا خوی نقشی بکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده برن جنده برد ناکبی آلا کردن جنده برد ناکبی آلا کردن کردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا. مساء الخير أعزائي المشاهدين، يتجدد اللقاء بكم على المحبة والخير. أقدم اليوم حلقتي باللغة العربية لأن ضيفي لا يتقن اللغة الكردية. هذه حلقة جديدة من برنامج أزوتا على فضاء قناة بيف تي في، قناة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. عادة نقتفي آثار شخص ما لنستدل عليه، لكنني اقتفيت آثار كلمات ضيفي فرأيت واحة وارفة بالجمال، كلمات تدعو للإنسانية والسلام بين الشعوب. إنه الشاعر والقس جوزيف إيليا. مرحبا بك ضيفنا العزيز. مرحبا وأهلا وسهلا بك وبكل من يشاهدنا، السلام والمحبة، راجيا أن تكون هذه السهرة مفيدة وممتعة في آن. أهلا وسهلا. نتمنى ذلك. أهلا وسهلا بك. حضرتك رجل دين وشاعر متميز، له وجود واضح في الساحة الأدبية وغني عن التعريف، ولكن بتمنى يعني من حضرتك أنه تعرف أكثر على هذه الشخصية اللي جمعت بين الدين وبين الأدب مشان المشاهدين يتعرفوا أكثر على حضرتك. أنا طبعا إلى الآن مع أن لي آلاف القصائد لا أعتبر نفسي شاعرا، وإنما عاشقا للشعر. فقد صدرت لي حتى الآن 5 مجموعات شعرية. أنا لغة أخرى، أحبك حتى وإن، ونمضي ولا نمضي، وامرأة من بنفسج، وإني هنا. وهناك أيضا ديوان خاص بالأطفال قيد الطبع. وطبعا أنا كنت رئيس للطائفة الإنجيلية في ديريك في سوريا في المالكية، والآن نتيجة الظروف المعروفة أنا في المغترب. أكتب طبعا الشعر العمودي،
بالإضافة إلى شعر التفعيلة. وأهم مشروع شعري عندي هو الألفية. كتبت قصيدة من أكثر من 1000 بيت، فيها صور من حياتي الشخصية ومشاهد مما رأته عيناي وتحدثت عنه. يعني هذا كل ما أستطيع أن أقوله، وأستطيع هنا اسمحي لي أن أقول لمن يشاهدنا بلغة الشعر: تفضل. سلاما كل أحبابي، أيا أهلي وأصحابي، لكم قدمت أشعاري مطيبة، لكم قدمت أشعاري معطرة بأطيابي، فإن أطربتكم غنوا معي ولتطرقوا بابي، وإلا فاتركوا لغتي وبستاني وأكوابي. الله، شكرا كثير. عليك. اليوم بتصور أنه حلقتنا رح تكون متميزة جدا. ليش؟ لأنه في رجل الدين والشاعر. حضرتك قلت أنك ما أنك شاعر، هذا طبعا تواضع منك، والشاعر الذي يقول ذلك فهو فعلا شاعر. حضرتك رجل دين ودرست طبعا مثل ما يعني خبرتني قبل هلا كمان، وقريت عنك 4 سنين يعني. ولك كثير مركز متميز وتأثير يعني على الناس كرجل دين. فأنا يعني معروف إنه المجتمعات بدون استثناء تأثرت بالدين. يعني ما في مجتمعات ما تأثرت بالدين، المجتمعات الشرقية والمجتمعات الغربية، وقديما وحديثا ولا زال. يعني هل الدين أثر على سلوكيات الناس، أثر على مصائرهم؟ يعني حتى أكبر الإبادات اللي صارت في المجتمعات كانت إبادات باسم الدين. يعني على سبيل المثال، وليس للحصر، يعني المجازر اللي صارت بحق الأرمن، المجازر اللي صارت بحق الإيزيديين، وكثير من الشعوب أبيدت بسبب الدين. وكان لرجال الدين تماس مباشر مع الناس ومع الحكومات، وهذا أثر على حياتهم، على سلوكياتهم، وكان لهم دور كبير. وحضرتك كرجل دين يا ريت تخبرنا شو هو دور رجال الدين في المجتمعات من وجهة نظرك القس جوزيف إيليا. الدين طبعا شيء أساسي في حياة الشعوب، ولم يعرف عصر من العصور إلا وكان الدين هو المحرك وهو المنشط لهذه المجتمعات من بدء الخليقة وإلى الآن. حتى في أوروبا التي خلعت ثوب الدين إلى حد ما زال للدين كثير من التأثير في بعض القضايا. وما ذكرته عن الأمر السلبي المتعلق بالدين وما ارتكب باسمه تحريفا، لأن الدين يمكن أن يحرف وحرف للأسف تاريخيا. نقرأ، إذا قرأنا التاريخ سنرى أنه تعرض لكثير من التحريف، مما ساهم في أن يكون له دور سلبي على أكثر من صعيد في أكثر من مكان. لهذا يلزم، وأنا هنا أقولها صراحة وصريحة، أنه يلزم أن نعود لماهية الدين. ما هو الدين؟ نبدأ بالتعريف، لأن التعريف دائما هو الأساس. تعريف المفردة كدين. الدين أنا وصفته في إحدى قصائدي، وطبعا أنا أريد أن أستشهد دائما شعرا، لأنه أنا كتبت عن الدين كثيرا وعن رجال الدين وعن أشياء كثيرة.
فأعرفه في إحدى قصائدي أقول: الدين فاكهة الحياة، تصونه بالحب والخلق الرفيع جموع، للخير أرسله الإله لعالم في شره متهالك مفجوع. فالدين أنت أخي أعانقه، فكن لي حارسا منه النقاء يضوع. لا خنجر يدمي أصابعنا، ولا ماض يكبلنا إليه رجوع. لا حسرة تبقى ولا يأس ولا قلق بأرض نفوسنا مزروع. الدين أن نمشي بأقدام المنى، صوت الردى في ثغرنا مقموع. أيامنا أنقى، بهذا جاءنا موسى وجاء محمد ويسوع. هو وثبة الأفكار تحيا حرة، وتقدم لا كبوة وخنوع. أكرم به يبقي لنا أحلامنا، بغد سيأتي نحن فيه شموع. هذا هو الدين. الله يعطيك العافية. يعني الدين هو الرحمة والسلام بين البشر، ولكن للأسف يعني الرجال الدين اللي لهم دور في حياة الناس، في السياسة، في السلطة الدينية اللي استغلوها، يعني اللي خلتهم في مراكز مرموقة. قديما كانوا أصلا حتى فوق الحكام، يعني السلطة الدينية كانت فوق السلطة السياسية أو السلطة الإدارية. فشو رأيك بتسييس الدين؟ يعني تسييس الدين إنه يكون هو اللي بيغير مصائر الشعوب والدول. الدين حالة روحية تتعلق بحياة الإنسان وعلاقته بربه، وهذه العلاقة لا ينبغي أن تلوث بقضايا السياسة، لأن أولا السياسة متحركة متغيرة، أما الدين فهو عبارة عن ثوابت أخلاقية. وأنا لا أرى أي انسجام بين الفكر السياسي والفكر الديني إلا فيما يتعلق بالقضايا المعيشية. يعني الدين يساهم مع السياسة نعم، لكن في تحسين معيشة الشعوب، يعني يكون هداية للرحمة، للمسامحة، للبذل، للعطاء. أما زواريب السياسة فلا ينبغي أن يدخل فيها الدين، ولا أن يتورط فيها رجل الدين. لهذا قلت في قصيدة لي عن رجال الدين ودورهم في المجتمع، أقول فيها: يا رجال الدين هيا لخطاب فيه حب وسلام ونقاء، وارتقاء بعقول وقلوب، فلهذا قد أتانا الأنبياء. وكفاكم بث أحقاد كوتنا نارها، والخلق منها تعساء. هذه أوطاننا أمست
يبابا، كل ما فيها سقام وبلاء، بعضنا ينهش في بعض، وإن عن حياة نشتهيها غرباء. أين تمضون بنا؟ ضعنا وجعنا، واستبد الجهل فينا والغباء. أقفر الدنيا حكايانا، وماتت ألسن فينا، وعم النفس داء. إننا أسرى وجرحى وضحايا، سرق الأوطان منا أردياء. جاءنا البركان أفنى أرضنا، لم يبق فيها زهرة، لم يبق ماء. أين تمضون بنا؟ مهلا تعبنا وانكسرنا، وهوى عنا الرداء. يا رجال الدين يكفي، ولتعودوا لينابيع هدى فيها ارتواء. علموا الناس بأن الله حبا، والذي يبغض تنفيه السماء. هذه دعوتكم، بالعقل تنمو، ما مضى للفوز إلا العقلاء. هذه شكرا دعوتكم. كثير. وبتشكر كل المشاهدين وكل اللي بيتابعونا، كل اللي بيبلغوك تحياتهم. عن جد اليوم أنا محظوظة لأنه في ناس كثير بيتابعوك وبيتابعوا الكلام الإنساني والروحاني اللي بيخدم المجتمع عن جد، لأنه نحن هلا بحاجة هالمواعظ، الدعوة الإنسانية. للأسف في الوقت اللي صار فيه كثير من رجال الدين مقربين للسلطة، وعلى الأغلب بيكونوا مقربين للسلطة على حساب الفقراء والمساكين والمظلومين. يعني بيناصروا السلطة أكثر من بيناصروا الفقراء والمساكين. ومو بس الفقراء والمساكين، المظلومين اللي بدهم يحكوا، بدهم يعبروا عن رأيهم، بدهم يمارسوا حياتهم بحرية بكرامة. للأسف يعني شو بتقول لهدول؟ هل هم فعلا رجال دين بيعتبروا؟ لا، أي رجل دين يتحالف مع الظالم ضد المظلوم يعتبر خارج عن إطار الدين، إن لم أقل خارج عن مملكة الله. الله يدعو إلى العدل وإلى الرحمة وإلى المحبة. وأي سلطة يمكن، أنا لا أنفي تماما، يمكن لرجل الدين أن يتعاون مع السلطة، لكن السلطة الحقيقية التي تتبنى أحلام الناس وتجعلها واقعا على الأرض، يمكن أن نتحالف مع هكذا سلطة. لكن مع سلطة ظالمة وتسحق وتقمع وتجوع وتنفي، رجل الدين ينبغي أن يقف بثبات ويقول لا، ويقولها ليس بضعف، ولكن يقولها بكل قوة: لا للظلم. لأنه حتى في الإنجيل المقدس هناك آية تقول: ولا ظالمون يرثون ملكوت الله. فرجل الدين يجب أن يتبين طريق الله بدقة حتى لا يغضب الله الذي يعني يعتبر رجل الدين. نحن في مفهومنا خاصة الشرقي أنه وكيل أو سفير عن الله لهذه الجموع. فإذا كانت رسالته حقيقية ومبنية على الأسس التي ذكرناها،
مناصرة الإنسان والرقي بحياته وبفكره أيضا، ليس فقط المعيشة نتحدث، حتى الأفكار. ينبغي على رجل الدين أن يساهم في ترقية الإنسان أو في رقي الإنسان وازدهاره الفكري، بالإضافة إلى ازدهاره المعيشي. حضرة القس، هلا قديش في رجال دين سخروا الدين للمنافع الشخصية؟ حقيقة عبر التاريخ، يعني ندرس تاريخ الدين، تاريخ أسود. يعني أنا رجل دين وأتحدث بصراحة. المناطق المضيئة في هذه التاريخ كتير محدودة وقليلة، يعني من عبر التاريخ نشوف أنه كانوا الرجال الدين الحقيقيين كانوا قلة. لا نستطيع أن نقول أنهم كانوا غير موجودين، لكن كانوا قلة، وتأثيرهم للأسف كان محدودا. فينبغي أن يعود رجل الدين إلى الدين، والدين تلخيصه هو العدل، هو المحبة، هو السلام، هو الرفق. نعم، لساتنا في موضوع الدين. طيب. حلقتنا هي مزيج من الأدب والدين بصراحة، وفي كتير تعليقات وفي كتير أسئلة كمان، بعضها بتكون يعني أسئلة. أحدهم الأستاذ درويش عزيز بيقول طبعا شكرا كتير لصفحة الصفاء ومشاركتها للبرنامج، كمان بنتشكر جهودكم. شو دور الفرد الشخص في بناء المجتمع؟ يعني بغض النظر انه يكون هو شخص يعني متدين او رجل دين. أول أشكر الأستاذ عبد العزيز على السؤال. هذا سؤال مهم، لأنه الدور الفرد أكثر من مهم. الفرد هو الذي، طبعا فرد زائد فرد زائد فرد يساوي مجتمع. فإذا تقاعس الفرد عن دوره في أن يكون إنسانا له حضور، لا ينبغي أن يبقى عبد وأسير تحركه أصابع هنا وأصابع هناك. ينبغي أن يعمل هو على بناء نفسه وعلى بناء مجتمعه، فدوره مهم كتير، مو بس شوي، كتير مهم دور الفرد. فلهذا على الفرد أن حتى لو يعني حوصر هذا الفرد، يمكن أن يكون عنده قوة عظيمة ليهدم حيطان هذا الحصار ويسير ويحقق ما يبتغيه. نعم، هون كمان في مداخلة حلوة كمان من الأستاذ عيسى إبراهيم، بيقول إنه لما تكون السلطة الدينية والدنيوية يعني على مستوى عالي من الحكمة ومن النضوج في الحياة، يعني في بناء مثلا مجتمع حضاري ليكون في خدمة الإنسان بغض النظر عن دينه، عن أصله، عن لونه، عن أي معتقده، وحتى عن إثنيته، يعني عن قوميته. هون فعلا بيكون في مجتمع مبني على الاحترام وعلى الكرامة وعلى التكافل الاجتماعي وعلى على احترام إنسانية الإنسان. بنتشكر كل المداخلات اللي بتجينا. بنعتذر إذا ما قرينا كلياتها لأنه الوقت يمكن ما يسعفنا. أكيد بعدين إذا في مجال رح نرجع لأهم الأسئلة، وأكيد كلياتها مهمة، كل المداخلات والتحيات مهمة. قديش مهم إنه يكون رجل الدين مثقف؟ مو بس مهم، يعني هذا شرط أساسي
لأنه الثقافة هي اللي تبني المجتمعات، والجهل بطبيعة الحال على النقيض هو اللي يهدم أساس المجتمعات. فإذا كان هذا الرجل اللي هو رجل الدين غير واعي وما عنده نضوج فكري ومعرفي وغير مثقف، راح يكون بلاء على المجتمع، لأنه راح يبث معلومات غير دقيقة وأفكار هدامة. لهذا مطلوب من رجل الدين أن إذا لم يثقف، لأنه هناك معاهد، يعني أنا مثلا درست في كلية لاهوت، كنا ندرس كل شيء، علم الاجتماع وعلم الفلسفة والتاريخ والأدب العربي وكل شيء، بالإضافة للدراسة الدينية. هذا بالنسبة للتأهيل التأهيل المدرسي. لكن رجل الدين ينبغي أن يكون الكتاب رفيقه باستمرار، وأن يلم بكل ما يدور حوله، يقرأ كثيرا. القراءة هي التي تفتح أمامه الآفاق. القراءة شيء مهم بالنسبة لرجل الدين، والثقافة كذلك. طبعا لا تأتي الثقافة إلا من خلال القراءة والاطلاع، فكتير مهم. وهذا سؤال مهم، وينبغي على كل رجل دين أن ينتبه إلى هذه النقطة حتى يكون سبب بناء وليس سبب هدم لمجتمعين. بالتأكيد حضرة القس. ليش؟ لأنه إذا الرجل الدين ضل معزول عن الثقافات، يعني المجتمع بتتغير، الثقافة بتتطور وبتصير في ثقافات جديدة، الأجيال بتتغير، وضل الدين، رجل الدين مع احترامي لحضرتك يعني كما هو، لا يتعرف على الثقافات ولا كيف رح يتعامل مع الناس، كيف رح يأثر عليهم. وللأسف فعلا بعض السلوكيات أو تأثير رجال الدين كان سلبي كثير على الناس، لأنه كانوا بعيد عن مطالب الناس، عن مطالب الأجيال. وهذا كان سبب كبير أنه كثير من الناس تعففوا عن الدين وصاروا يكرهوا الدين حتى. فشو قولك في الموضوع؟ طبعا يعني بسببكم، في عنا آية تقول بسببكم يجدف على الله. هذا الخطاب وجه إلى رجل الدين، بسببكم يعني. وقال له المجد، قال مرة لابد أن تأتي العثرات، لكن ويل للذي تأتي بواسطته العثرات يعني فرجل الدين إذا كان سبب عثرة، يعني مشكلة كبيرة، خاصة في مجتمعاتنا التي ما زالت تتطلع إلى رجل الدين. ينبغي أن يكون إن كان في سلوكه كقدوة، وإن كان في نمط تفكيره وفي أسلوب خطابه. هناك خطابات مدمرة، ومع كثرة وسائل التواصل الآن يمكن أن تدمر شعوب. رأينا هذا في بلدنا. رأينا كيف أنه بعض الأدعياء من رجال الدين كانوا السبب إشعال النار بدل من إطفائها. وأرجو أن يعني هذا يقودنا إلى موضوع التطرف. أكيد راح يقودنا لموضوع التطرف، لأنه الجهل يقود، أول ما يقود إلى أن الإنسان يتطرف، يميل إلى جهة معينة. فأنا أقول الدين لكل إنسان يسمعني الآن، أقول لا فضل لك في دينك، لا فضل. فلماذا تتباهى
ولماذا تفتخر بدينك، وتعتبره الأسلم والأصلح والأنفع والأكثر نعم. مصداقية، أنت ورثت دينك. يعني لو كان أبوك هندوسيا لا كنت هندوسيا، لو كان أبوك يهوديا لكنت يهوديا، لو كان أبوك مسيحيا لا. فأقول له في هيك، إذا سمحتي لي لأنه لازم نستشهد طبعا بالشعر، أكيد. أقول لمثل هذا الإنسان الذي يعني يقول هذا القول، أقول بدينك لا تباهي وكن بصيرا، فأنت سقيته طفلا صغيرا، ولا فضل لمخلوق بهذا ولو في قومه كان الأميرا. تسمى أحمدا إن جئت من والد يدعى حسينا أو بشيرا، وتدعى بولسا لو أن من قد أتى بك والد سموه بييرا. وقل كل المذاهب رائعات، وفيها لا تقل قولا مريرا، فربك أبدع الإنسان حرا، ويبقى ربك القاضي القديرا. الله يعطيك العافية. هالكلمات تجسد نظرية بكاملها: عدم التفرقة بين البشر بسبب الأديان، وعدم تفضيل دين على آخر. لا شعب يقول أنا الأفضل وأنا الأصح وأنا الأحق بحكم البشرية أو بتوجيه البشرية لأن ديني أفضل من الآخر. حضرتك من منطقة، هي منطقة نعم أنا كمان عشت فيها 15 سنة، من منطقة ديرك مدينة، والقرى اللي حواليها هي مجموعة يعني متعايشة بالأديان مختلفة وأقوام مختلفة. كنت كتير قريب من الكرد. أنا قرأت عدة لقاءات لحضرتك ولا قصائدك كمان تذكر فيها الكرد. حضرتك قلت كمقدمة بسبب كتابتك لقصيدة من القصائد عن الكرد، وأسميتهم أخوتي شركاء التاريخ والجغرافيا. للكرد أهداب شعري وكل بستان زهري، فهم حكايا دوالي ولحن نايات نهري. أنا اخترت هالبيتين عجبوني كتير، وأكيد القصيدة هي أجمل. شو بتحكي لنا عن قربك من الكرد؟ شو بيعنوا لك الكرد؟ طبعا يعني أحب أضيف كمان أنه أنا كنت قريب من كل شعوب المنطقة. يعني تعرفي نحن خليط، أنت تعرفي في بلدنا هناك العرب وهناك السريان وهناك الأرمن وهناك الكرد وشعوب مختلفة. فكل هذه الشعوب لها تقديرها ولها احترامها. وأنا حقيقة كتبت في الكل، يعني كتبت شعرا في الكل. الأكراد أو الكرد شعب، وهذه ليست مجاملة. يعني أنا جدي كان قس في آزخ، في ما بعرف إذا تعرف هو. معروفة آزخ. إيه، كان قس وكان يكتب أناشيد دينية، كان أيضا هو شاعر لكن يكتب باللغة الكردية، وإلى الآن محفوظة الأناشيد التي كان يرتلها بالكردي. ويعظ، كان هناك شعوب قريبة من آزخ لا تعرف العربية ولا التركية، كانت تعرف، هم كانوا مسيحيين لكن كانوا فقط يتكلمون اللغة الكردية.
هذا فكان يعني يقيم. انه عفوا حضرتك، هذا يعني انه كانوا ممكن انه يعني في كثير شعوب اعتنقوا الدين المسيحي، يعني الكرد كمان من هالشعوب. طبعا طبعا. فال يعني بتصوري ممكن هدول يكونوا كراد، مع ممكن يكون ممكن جدك كردي. ممكن يعني أتشرف ممكن طبعا. جدا. طبعا نحن أصلا كلنا يعني بالأصل كلنا واحد، كلنا واحد، يعني أبونا آدم وأمنا حواء. فبالنسبة للكرد أنا أقول يعني أنا لست غريبا، وهذه ليست مجاملة. الكرد شعب واعي وناضج وغير متطرف، لا قوميا ولا دينيا ولا فكريا، ولي صداقات من أطيب ما يكون معهم. وتعايشنا خاصة بعد الأزمة أو بعد اللي صار بسوريا. أنا ضليت 3 سنوات حقيقة لم نرى منهم إلا كل خير وكل تعاون. بالعكس كان دائما هن الأسرع ليشوفوا مستلزماتنا، يعني ك يعني كشعب. فشعب يعشق الفن، وشعب يعشق الأدب ويعشق التحضر، له كل الاحترام. لذلك القصيدة هذه ليست قصيدة مجاملة بقدر ما هي قصيدة حقيقية نابعة من القلب ومن المعايشة، مو بس من القلب، من المعايشة. فأقول لهم: للكرد أهداب الشعر وكل بستان زهر، فهم حكايا دوال ولحن نايات نهر، وصوت عرس قواف ونسمة من عطر، للضوء أقدامهم في ثبات خطو تجري. يا كرد هيا معا في صدق لرحلة عمري، فيها الهناء منانا وخوض عمق البحر، ينمو بنا قمح حب وينتشي نخل فكري، ناسين أيام جهل طاوين تاريخ قهر، إلى الأمام عيون لنا سترنو لفجر، حياتنا فيه شدو على قياثير سحر، لا سيف ظلم نراه فيها ولا سهم غدر، ولا نرى شوك يأس ولا عواصف عسر، فهكذا البيت يبنى صخرا على رأس صخر. هذا خطابي محبا أقوله في طهري، فهل عساه سيلقى سمعا وضمة صدري؟ عساه أكيد. إن شاء أكيد. الله. أكيد. ولك كل الاحترام والمحبة من الشعب الكردي، وعن جد وتحياتي لكل الأخوة والأخوات والأصدقاء والمشاهدين اللي بيتابعونا بيكتبوا لنا. وحتى أحدهم قال، بتصور رشيد عليجان، أنه والدة القس كانت تتقن الكردية أكثر من العربية، كانت تتكلم بطلاقة أفضل من العربية، وعندما كنت أتحدث معها كنت أشعر بأنها كردية وحنونة وطيبة. وأكيد الأخوة كلهم كانوا يتحدثون الكردية بشكل جيد جدا. حقيقة يعني هذا شيء يعني. وأنا كمان لأنه عن جد مدينتي الأساسية تربسبية،
هلا هون كمان ديندار خاشو كمان حكى عن هالشيء، انه نحن الاكراد والسريان كنا نعيش فعلا كجيران وكاهل، نتعايد وفي الاحزان كمان نتشارك احزان بعض، وما كان في التباعد اللي الفتره الاخيره اللي صارت. كمان في تعليق من الأخ صديق ملا قال إنه من الأزمان البعيدة يعني الكرد والسريان كانوا بيعيشوا سوا، يعني في وئام ومحبة وتآلف، ولكن السياسات وخاصة سياسة البعث يعني اسمح لي، بس هي واقع حال، لأنه هي السياسة اللي كانت موجودة في بلدنا هي اللي خربت المنطقة، وللأسف زرعت كثير من الأحقاد بين المكونات الموجودة. فحضرتك يعني شو بتقول عن هالشيء؟ أليست كانت هناك أيادي خفية أنه بعدت هالأقوام من بعضها؟ أكيد. تعرفي، وهذا مو بس في فترة معينة، منشان ما نظلم نكون دقيقين في قراءتنا للتاريخ. عبر التاريخ لو نرجع نشوف دائما في أصابع خفية، وهذه الأصابع سوداء، يعني لأنه عم تعمل بالظلمة، يعني في غرف مغلقة والسرية اللي حتى ما يصير أي تعاون بين الشعوب وتتعاون وتتحابب وتتصادق. وطبعا هذا نتيجة، هذا شفناه في المذابح اللي صارت في تركيا بال15، كيف أنه طبعا القرار كان قرار عثماني أو تركي، وتورط فيه بعض العشائر من مختلف الأطياف. فكان الهدف هو أنه ما يكون في نمو ولا تقدم لهذه الشعوب. نحن لازم نكون واعيين. معلش، ما مضى يعني شو دور التاريخ؟ نحن لما نقرأ التاريخ علينا أن نتعلم من التاريخ. الصراع والحروب لن تؤدي إلا إلى الدمار، والذي يظن أنه سينتصر هو الخاسر الأكبر. لا أحد يربح في الحروب، الكل يخسر. فنحن الآن، والحقيقة يعني رغم كل شيء أنا مستبشر، خاصة هذا شفناه في مناطقنا في ديريك وفي المناطق القريبة منها، لم نرى أي مشكلة وأي صراع بين أي مكون من المكونات الموجودة. لم يحدث أي خلاف، والكل يتعايش، والكل يعني كأنهم أهل. فنحن نتعلم من التاريخ أنه اللي مضى مضى، لكن الآن خلينا نصنع حاضرنا ونفكر كيف نصنع مستقبلنا بشكل نعيش فيه أفضل، ونقدم نموذج للآخرين على أنه نحن شعب فعلا نستحق الحياة. نعم، وهالحياة تتطلب منا جهد، طبعا الجهد لكل الأفراد، لكل المكونات، ورجال الدين كمان، يعني هن في بعضهم منهم لعبوا دور سلبي في تباعد هالمكونات. نعم. يعني عملوا تفرقة بين نزعوا يعني زرعوا الخلافات والنزاعات بين هالمكونات. وكان هناك حقيقة، يعني هاي نقطة بجوز أشبعناها بحث، لكن أيضا كان هناك رجالات فعلا في وسط الفوضى، أثبتوا أنه فعلا هم رجال حقيقيون، يعني إن كانوا أكراد وإن كانوا عرب وإن كانوا من أي مكون. نعم أكيد. لعبوا دور كتير إيجابي، ولكن للأسف كان هناك البعض لعب دور سلبي، وهذا موجود.
موجود، نشوفه في كل مكان، وممكن نشوفه في كل زمان. نعم. مم. يعني حضرتك تنتمي مثل ما كلياتنا ننتمي لمجتمع فسيفسائي في نعم. الكرد والعرب والكلدان والآشوريين وممكن أقوام أخرى كمان يعني، وتختلف الأديان، اليزيديين المسلمين المسيحيين نعم. إلى آخره. يعني شو أهمية الحوار بين هالمكونات؟ شو ممكن أنه يلعب رجل الدين بشكل مباشر ليقرب هالمكونات من بعضها؟ يعني الحوار. مثلا، يعني بدي مم. اقرب الموضوع يعني اكثر السؤال يعني، إيه. يعني ما يضل رجل الدين المسيحي في كنيسته بين مجتمعه بس، ولا يضل رجل الدين المسلم في الجامع وبين يعني ملته مم. بس، ما زال هن مجتمع يعني متداخل. قديش مهم انه يكون في حوار حتى بين رجال الدين انفسهم، ويخلقوا هالحوار بين المكونات هذا ليتناسقوا، لا يتغلبوا على مصاعب اللي تخلقها مثلا مم. الحوادث، الحروب، السلطات. أكيد أكيد، هذا كتير مهم. وباعتبار أنه رجل الدين هو رجل استثنائي، ورجل له تأثير إن كان إيجابي أو سلبي. بس نحن خلينا نفترض أنه نكون إيجابيين ونقول أنه له دور إيجابي. الحوار كتير مهم. الحوار الحوار طبعا أنا لا أقول الجدل لا يوصل إلى نتيجة، ودائما نهايته هي الصراع والصدام. الحوار أنه أنا أفهمك وأنت تفهمني، وأنت مختلف عني وأنا مختلف عنك، لكن هذا الاختلاف لا ينبغي أن يودي بنا إلى الخلاف. نختلف، هذه طبيعة الحياة وطبيعة الكون، الاختلاف. اللون الواحد مرفوض وغير مستحب، ويعني يعطي قبح بدل الجمال. فبستان لو فيه نوع واحد من الورد مثلا بلون واحد يعطي منظر غير مستحب، لا يعني لا يروق للناظر. فالحوار مبني انه انا لي فكر وانت لك فكر، وانت لك دين، وانت لك حزب، وانت لك اثنيه، نحن مختلفون، ربنا خلقنا مختلفين، لكن هذا الاختلاف يجب ان يزول، يعني ان نزيله نحن، يعني نبقى مختلفين لكن نتحاور ونقترب من بعضنا البعض. في هذا الموضوع قلت مرة في روضتي، هكذا يفترض، أنا أقول كرجل دين، في روضتي لا تعيش أشواك، فكري لها عند الغزو أسلاك، والحب سيفي أحب طعنته، إذ أنه بالبغضاء فتاك، بحر التقى للإنسان يحملني، ولي ببيت السماء شباك، ما خنت يوما عهدي ولا قلمي، إني لتبر الحوار سباك. إني لتبر الحوار سباك. سباق. الله. بدون الحوار أهمية الحوار، لا بالحوار يمكن. نتقارب. مم. كثيرون يقولون للأسف طبعا هناك عداءات للشعوب، ومثلا الشعب الكردي حاليا يعني مم. ومنذ الأزمان كمان يقولون أنه الكرد هم دخلاء مم. ولا يعترفون يعني بوجوده على أرضه. هل ترى الكرد أصحاب أرض؟ لا شعب بدون أرض،
يعني كيف يكون شعب؟ من أين يولد إذا؟ من الفضاء. كل شعب له أرض، وهذا الشعب وغيره من شعوب المنطقة يتقاسمون هذه الأرض. ويعني خذي أي بلد، أي بلد، أمريكا بلد حديث مثلا، هل يمكن أن نعدد كم الإثنيات والشعوب والجنسيات الموجودة في أمريكا؟ الكل يحملون الجنسية ولهم الأرض، فلهم الأرض. لا شعب بدون أرض، ولا أرض بدون شعب. أكيد أكيد. نعم. في مقال للأب تيدور يقول فيها لسنا عربا، وهالمقال أحدث ضجة إعلامية وبين الأوساط، من كان مؤيدا ومن كان غير مؤيد. ماذا تقول في هذا؟ طبعا هذا الكلام لا ينم عن عنصرية أنا في تقديري. وحتى سؤالي ليس عن العنصرية، يعني احترامي لإخوتنا العرب، بالعكس تماما. هذا يعني إذا البعض فسروا أنه هو فيه شيء من العنصرية، لا، هذا نوع من تعريف بالهوية. يعني أنا لما أقول عن نفسي كردي، هل هذا انتقاص بحق التركي أو بحق الأرمني أو بحق العربي؟ هذه هويتي، هذا دمي، هذا عرقي. لكن متى يتحول إلى عنصري هذا الخطاب؟ يتحول إلى عنصري حينما أرى نفسي أنا الأرقى وأنا الأفضل وأنا الأكثر، يعني هكذا يتحول إلى عنصري. لكن أنا لما أقول أنا سورياني، طيب أنا سورياني، أنا أرمني يعني. والعربي لما يقول أنا عربي ليس فيه أي غضاضة ولا فيه أي عار ولا فيه أي عيب، لكن ليس على حساب بقية الأعراق والشعوب. نعم. أنا كردي، لكن أرفع التحية للأرمني، وكذلك للعربي، وكذلك للأشوري وللكلداني ولكل شعوب الأرض. لكن هذا لا ينفي أنه أنا لست، وإن كانت يعني الأب المذكور يعني هو ثقافته عربية يعني، لكن جنسيته هو يعني من حقه أن يقول أنه أنا لست عربيا. هذا ليس انتقاص للعربية مع كل الاحترام، هذا نعم. تعريف لهويته، وليس فيها أي نفحة عنصرية. أكيد، لأن تعريب الأماكن أو حتى تعريب اللسان أو فرض لغة أخرى، إن قلنا تتريكها أو تفريسها أو أي شعب آخر. هلا بنشوف هلا في الشعوب الأوروبية كثير أقوام وأجناس موجودة فيها، ولكن بيعطوهم حرية الكلام باللغة الأم، لا وبيشجعوهم كمان، بيفتحوا لهم مدارس إنه يمارسوا لغتهم يحكوا فيها. طبعا هذا بينم عن الرقي الحضاري واحترام إنسانية الإنسان، وهذا اللي نحن بنتمناه يعني لشعوبنا، إنه نتخلص من التمييز العنصري اللي بيسبب كوارث للأسف، ما بيخلي استقرار بالمنطقة وبين شعوبنا. صحيح. نحن حكينا كثير عن الدين وبنرجع للأدب، مع أنه حضرتك يعني مزجت بين الأدب والدين، وكل موضوع استشهدت بقصيدة جميلة جدا. حضرتك لاجئ مثل كثيرين اللي تركوا الوطن. بعد حضرتك ما جيت لألمانيا صار في غزارة في الإنتاج الأدبي وقصائد يعني ترفع لها القبعة، وعن جد كلها مواعظ، وأغلبها ممكن تكون كنظرية إنسانية ممكن الارتكاز عليها. ف يعني شو السبب هالغزارة في الكتابة؟ هل هو تأثير الاغتراب عليك أم الحرية
الحرية التعبير اللي أنت وجدتها هون، أو أحيانا الوحدة، الفراغ. يعني ممكن تحكي لنا يعني شو هي عن تجربتك هون عن كيف الكتابة؟ فعلا هذا الشيء حدث. وذكرتيني بشعراء المهجر. طبعا أنا ما بقارن حالي معهم، أنا أصغر بكثير، بس شعراء المهجر مثلا جبران ولا نعيمة ولا وغيره، نسيب عريضة هالكوكبة من شعراء المهجر اللي درسناهم بالمناهج حتى. الآن فهمت الآن فهمت لماذا كان شعرهم مقرب إلى القلوب، لأنه كان يخرج من القلب. الغربة فعلا الغربة، خاصة إذا الإنسان أكره عليها، يعني ما أجت عن اختياره هو، لكن أجبر عليها، فتولد عنده مرارة، ويبدو هالمرارة هي رفيقة الشعر. والشعر الحقيقي أحيانا إذا ما انخلط بنوع من الحزن والشجن والمرارة ما يكون يعني شعر حقيقي أو يلامس القلوب. ففعلا الغربة أول شيء هيك هيجت القريحة. يعني أنا ما كتبته بالغربة يعني في شهر ما كتبته في الغربة يعادل كل ما كتبته في الوطن لما كنت موجود في الوطن. نعم. فهذا دليل أنه أول شيء الحنين، الشوق، بعدين طبيعة المجتمع هون طبيعة أنه يشجع على الانعزال. يعني مو مثل ما كنا هونيك، تعرفي خاصة أنا في موقعي يعني كان دائما مكتبي مفتوح للداخل وللخارج، فما كان أجد وقت كافي حتى للقراءة أحيانا، فما بالك في الكتابة. فهون طبيعة المجتمع، تعرف أنت عايشة نفس أنه يعني كل واحد لحاله تقريبا عم يعيش، ما في هالحركة الاجتماعية القوية. هذا عم يخلينا ننتج أكثر ونكتب أكثر، لأنه في وقت عم نعيش مع حالنا أكثر. وهي يعني الغربة أكيد. وطبعا على الغربة أنا كتبت قصيدة شوي موجعة، وما بعرف إذا تحبي نسمعها هلا ولا بعدين. يا ريت عن الغربة، هي موجعة. مقطع منها، لو يعني إيه لو إيه سمعنا إيه مقطع منها. أنا أقول أنا الغريب. يعني قديش الكلمة ذاتها صعبة لما الواحد يستشعر أنه هو غريب. أنا الغريب هنا، حزني يحطمني، والشوق كالسيف في صدري يعذبني. أرمى على طين خيبات مدمرة، روحي حطام وأفعى السم في بدني. يأبى الصباح فلا يأتي لنافذتي، والليل في تربة الآهات يزرعني. حقائب الذل في ظهري تقوسه، فأنحني أرجل الأغراب تركلني. أنا الغريب وموتي ها هنا وجعي، رباه إني أريد الموت في وطني. الله رباه يطول في عمرك، وإن شاء الله إني تشوف أريد وطنك، الموت في وطني. وكلنا غرباء نعم. وتشوف وطنك. في قصيدة تقول فيها: وطني لم يعد وطني،
ما هو الوطن نعم. بالنسبة للشاعر والقس جوزيف إيليا؟ الوطن هو حياة، والذي لا وطن له لا حياة له. والحياة اللي هي حياة حقيقية، الوطن هو اللي مفروض يسعى. طبعا لما نقول الوطن ما عم نحكي عن شوية تراب ورمل وحجر وشجر، عم نحكي عن مؤسسات، عم نحكي عن أسلوب معيشة، عن طريقة عيش. إذا هالأوطان ما ساهمت في أنه تعملنا حياة هي فعلا حياة، لا تعتبر أوطان. فأي وطن يقدم أي وطن يقدم للإنسان ما يجعله إنسانا، خاصة من ناحية الكرامة، من ناحية الكرامة، أنه يشعر أنه بوجوده ككينونة مستقلة كذات، فهذا ليس وطن. بصرف النظر، أنا لا أتحدث عن بقعة جغرافية معينة، أنا أتحدث عن من مفهوم الوطن كوطن. إلى هذا النوع، إلى هذا النمط من الأوطان، نشوف شو قدمت لأبناء هذه الأوطان. يعني حقيقة اللي إذا قدمت شيء لا يذكر، بالإضافة إلى الكثير من الأشياء اللي خلت الإنسان مثل ما سميتها حقائب الذل في ظهري تقوسه. حمل حقائبه وركب البحار، والبعض مات في البحار من أجل يبحث عن وطن يكون فعلا وطن. فأقول: لست يا أوطاننا وطنا، بل قبور دخنت عفنا، من قديم دست لي قدمي، وعلى صدري زرعت ضنا، وفمي فيه رميت حصن، وكذا أغلقت لي أذنا، بيت خبزي فيك منهدم، وينابيعي غدت عفنا، لم أذق منك سوى وجع، هد في الروح والبدن، ورماني فوق أرصفة، وسقاني الذل والشجن. كيف أهواك وسيفك في أضلعي يلبسني كفنا، إنني أهرب من وطن باكيا أركبها السفنا، لم يعد لي وطني وزماني لم يعد زمنا. إن شاء الله الوطن يرجع وطن، إن هذا شاء الله يا أملنا. رب. نتمنى تكون أوطاننا حضن دافئ لأبنائها، وتقدم لهم الحياة الكريمة والكرامة اللي بيتمنوها يا رب. الوطن شبهوه بالجنة، وانت شبهت المرأة كمان بالجنة. نعم. الوطن في قصيدة تعلي من شأنها وتقول: المرأة أنثى والجنة أنثى، قد خلقت للقوم الأبرار، لن يدخلها من كان على امرأة يقسو في استهتار. بصراحة لفت يعني انتباهي وحللتها، يعني بعد إذنك قديش الجنة هي مهمة كتير للرجل الدين أكثر من الإنسان العادي، لأنه هو بيكون بتماس مباشر بها، بيؤمن بالحياة الأخرى أو ما بعد الممات أكثر من الإنسان العادي. ممكن في ناس كتير ما عاد يفكروا بهالموضوع كمان. شبهت الأنثى هي بالجنة، وهالجنة
خلقت الناس الأحرار اللي بيفكروا بفكر حر غير مقيدين بالقيود البالية اللي بتعيق المرأة، وما راح يدخلها اللي في حياته قسى على امرأة. يعني طبعا. لفت انتباهي هالعمق في هالأبيات القليلة يعني. فشو هي المرأة بالنسبة للشاعر والقس جوزيف إيليا كرجل دين وكشاعر؟ الحقيقة المرأة هي كل شيء. وحتى قديما نشوف كتير كان موجود الآلهات على حساب الآلهة الذكور. فالأنثى أو المرأة هي كل شيء. يعني هي اللي ما بعرف كيف راح تكون الحياة بدون المرأة. يعني لن يكون هناك ولادة، لن يكون هناك رعاية، لن يكون هناك دفء أسري، لن يكون هناك بيت أساسا. وهذا عن تجربة، يعني عن تجربة وعن اختبار. فالمرأة واحترام المرأة وتقديرها ورفع مكانتها يدل على رقي الشعوب. ونقدر نقيس تقدم أي أمة من خلال تقدم المرأة فيها، وأخذ دور لها، مو بس دور يعني الدور المتعارف عليه، يعني الكلاسيكي انه تربية الاولاد، لا، تاخذ دورة لانه المرأة ليست عنصر قاصر. والتاريخ اثبت انه كانت حتى في الحروب. يعني لما نتحدث عن السورية العظيمة زنوبيا التي تحدت الرومان، يعني الإمبراطورية الرومانية وقتها كانت أمريكا عصرها، يعني كانت القوة الأعظم في العالم. وكيف وقفت في وجه هذه القوة الأعظم امرأة اللي هي زنوبيا، ونفتخر أنه هي سورية ونحن سوريون. فالمرأة حتى في هذا المجال أبدعت. كليوباترا، شواهد كثيرة يعني لا يستحق. كثير النساء. إيه. فأقول أنا عن المرأة إذا سمحت لي تفضل. في قصيدة كتبت طبعا كثيرا، وهي نقطة كثير مهمة لازم ننتبه لها، أنه تقدير المرأة لا يكون فقط بالتشبب بها، يعني بالتغزل بها. يعني ممكن واحد يسأل أنه لم تكتب شيء من الغزل أو الشيء. لا، المرأة مو بس هي لهالموضوع. يعني الشاعر لما يكتب مو بس انه بده يتغزل بالمرأة ويتشبث فيها الى ما شابه، لكن يتحدث عن اشياء اخرى. يعني المرأة ليست بس موضوع للحب وللعلاقة العشق والغرام والى اخره. المرأة شريك مهم، اذا ما كانت اهم حتى من، بجوز اكون مبالغ، بس هي اهم من الرجل في مواضع كثيرة. فأقول المرأة ينبوع جاري. المرأة ينبوع جاري في شريان الدنيا ساري. لا ينضب لا يبلى وبه تسقى صحراء الأعمار. من بدء الكون ترى يدها تبني وتقض يد النار. ما أنقاها ما أبهاها تعطي عطرا كالأزهار. وإذا البلوى حلت يوما تلقاها مثل الإعصار في المعمل، في البستان وفي الساحات وفي قلب الدار. لا فرق، فقد وهبت عقلا لتقوم بشتى
شتى الأدوار، هي أم تحنو مشفقة ورفيقة عشق فوار، وكذا أخت معها يحلو في الأرض دوام المشوار. أيضا هي بنت تأخذنا لفضاءات من أنوار، أنثى والجنة أنثى قد خلقت للقوم الأبرار، لن يدخلها من كان على امرأة يقسو في استهتار، والخالق لن يرضى عنا وحرائرنا في استصغار. يعطيك العافية. هذا مفهومي للمرأة أو عن شكرا كثير المرأة. على هذا المفهوم. حضرتك ذكرت أنه الأديان القديمة وحتى الآلهات كن أغلبهن، يعني أغلبهن كن إناثا. نعم. آلهة الحب، آلهة الخصب، حتى آلهة النور والعطاء إلى آخره. وبالمقابل كان إله الحرب على الأغلب كانوا يعني هي آلهة مذكرة يعني. ولكن الأديان السماوية يعني في طبعا سؤال الأستاذة نجاح قبل شوي أنا كتبته وحضرت نفس السؤال كمان، أنه أغلب الأديان اليهودية والمسيحية والإسلامية أجحفت بحق المرأة وظلمت المرأة وكانت تحت سلطة الرجل اللي يقمع المرأة. والدليل شو؟ أنه كل المراكز اللي في إذا صح التعبير المراكز الدينية لرجال الدين هم رجال الدين، يعني البابا، البطريرك، القس، يعني هالتدرج. كذلك في الدين الإسلامي، في الدين اليهودي، وهكذا محصور للرجال. ربما في بعض المجتمعات وحاليا في تغيير، حضرتك رح تذكر لنا إياه، وأنا كنت سعيدة بهالشيء نوعا ما، يعني إنه في هلا بعتبر قسيسات في المذهب البروتستانتي، ولكن معروف انه الدين هو محصور للرجل ويستخدمها السلطة للضغط او ظلم النساء. طبعا وهذا اللي قلتيه صحيح 100%. وفي التاريخ الديني طبعا ما قبل الأديان اللي نحن نسميها سماوية كانت الحقيقة المرأة لها دور كبير، وحتى ألهوها أشتار وفينوس وغير من الآلهات. ما بعرف، لأنه أحيانا مع أنه الأنثى هي الأصل، استطاع الرجل نتيجة الظروف بجوز الطبيعة واعتماده على القوة البدنية كبناء جسدي كان أقوى من المرأة، واستطاع أنه يتغلب عليها وياخذ منها الريادة. فما كان سهل، تعرفي اللي ياخذ سلطة مو سهل يتنازل عن السلطة بسهولة مو سهل، مثل اللي هلا يعني متمسكين بالكراسي وما بيتركوهم. أيوة. فنفس الشيء صار، فكم حقيقة إقصاء شوي خاصة في بعض المذاهب أو بعض الأديان تم إبعادها كثير عن الساحة الدينية. وطبعا هذا مو خاص بس بدين واحد، كل الأديان حقيقة يعني حجمت مكانتها حتى في العبادة، وأنه في أوقات معينة لا ينبغي أن تقترب من المقدس، أنت تعرفيها. فالآن حقيقة مع الثورة الحضارية أو بعد الثورة الفرنسية وبعد الإصلاح الديني في أوروبا، بلشت المرأة تاخذ دورة. إذا عم نحكي عن الصعيد الديني، أنا ما طبعا أخذت دورة كتير كويس في بلدان متقدمة وحتى غير متقدمة،
يعني عرفنا نساء مثلا بناظير بوتو في الباكستان، مع أنه تعرفي أغلبية باكستان ونظرة للمرأة والقيود إيه، وإلى آخره. والهند مع أنديرا غاندي المرأة العظيمة. كتير حقيقة ما عم يستحضرني كتير. وكانت قبل رئيسة وزراء بريطانيا، وحاليا العظيمة ميركل امرأة استثنائية حقيقة على مستوى العالم. ولا تنسي أنه ملكة بريطانيا إليزابيث. إليزابيث هي طبعا هي من الكنيسة البروتستانتية طبعا الأنجليكانية، وموقعها في نفس الوقت هي رئيسة الكنيسة. هي رئيسة الكنيسة. ونحن حقيقة أكثر شيء صار يعني حاليا، بهالمجال. عفوا، بس مشان المشاهدين يعرفوا، يعني العفو قطعت حديثك، يعني الملكة إليزابيث هي هلا رئيسة الكنيسة نعم، هي رئيسة الكنيسة الأنجليكانية. البروتستانتية، البروتستانتية ومقرها في الأنجليكانية، فرنسا. لا في بريطانيا. عفوا، مقرها في بريطانيا. فهي نعم. بحكم يعني لها سلطة كمان. طبعا هي شرفية، يعني شرف، مثل ما هي يعني عم تحكم بريطانيا ودول كومنولث. ما لها سلطة فعلية، منصب لكن فخري يعني. منصب فخري. بس هذا تقدير أنه هي امرأة، يعني رئيسة صار في تقدم شوي على هالصعيد. في الكنيسة الكاثوليكية صار يعطوا دور شوي أكثر للمرأة، والأكثر صار في الكنيسة البروتستانتية. يعني حتى عنا بسوريا وفي منطقتنا بالذات بالحسكة الآن هلا الكنيسة الإنجيلية عم ترعاها امرأة، نوجه لها كل التحية. حلو كتير، نوجه لها التحية. وفي عنا في أكثر من لبنان. قسيس. في لبنان كمان عنا قسيستين أعتقد، إذا ما خانتني الذاكرة، وعم يقوموا بدور كما على أحسن ما يرام. ما نشوف أي مشكلة، مع أنه شوي صار لغط وهيك، لكن تعرف يعني مو شيء سهل واحد يخترق يعني الموروث. طبعا هذا يعني شيء غير الموروث مألوف الذكوري، يعني موروث الذكوري. تعرفي يعني نحن طبعا. مجتمعنا خاصة عنا يعني مجتمع ذكوري، لكن عم نحاول، أو عم نحاول إنه ما في شيء. المرأة هي كائن مهم. المرأة هي مثل ما سميناها، المرأة ينبوع جاري ما هو متوقف، والينبوع يشير إلى النقاء وإلى الصفاء وإلى التأثير. يعني الينبوع لما نعم. يتدفق يسقي اللي حواليه. إيش في حواليه من من نباتات، من أزهار، من أشجار، من ناس. فالمرأة نعم. ينبغي أن تأخذ دورة على كل الأصعدة ومنها الدينية. أكيد. أنا ليش سألت هالسؤال بالذات حضرة القس، لأنه الحياة لازم تتكامل، وما تتكامل إذا ما الرجل والمرأة سوا تفاعلوا في كل الحقول، بما فيهم الحقل المؤثر جدا في التفكير المباشر وفي الروحانية والوجدانية اللي بتخلق المشاعر بين البشر. فهون لما المرأة بتكون بعيدة عن هذا المجال، طبعا كل إنسان هو واهتماماته، إذا المرأة عندها الاهتمامات وبدها تكون، يعني ما بيكون مثلا في الدين المسيحي فقط أنه تكون راهبة أو خادمة للكنيسة. بعرف أنه في راهبات وفي خادمات وإلهم تأثير ويعني بيشتغلوا في الكنائس. طبعا في الجوامع ما في هالشيء. دائما في الجوامع في تباعد بين النساء والرجال. بتصور أنه في الكنائس ما في هالشيء، يعني لا. الاختلاط طبيعي انه يكون طبيعي. رجال الدين والراهبات والكل موجودين في الكنيسة، وممكن يقعدوا على مقعد واحد، ما في أي مشكلة. تماما. بينما في الدين الإسلامي طبعا بيختلف هالشيء، في تباعد، وحتى بتصور انه في مناطق يعني وبنيت يعني جامعات، جوامع عفوا، هالجوامع خاصة للنساء.
أو أوقات محددة لوجود النساء، يمكن في مم. طقوس رمضان وما إلى ذلك. طبعا نحن بنتأمل إنه ليش يعني حبيت إنه ناقش مع حضرتك كل هالأمور اللي أحيانا في ناس بيقولوا إنه رجل الدين يعني شيء غريب إنه مثلا يلقي الشعر أو يكتب شعر. مم. طيب شو جوزيف إيليا مع الموسيقى والغناء، شو بتشوف الفن عموما، طبعا الشعر فن، يعني بالأول وبالآخر هو فن. الفنون أنا في نظري هي اللي تجمل الحياة. بدون فنون الحياة باهتة. تصوري لو عالمنا بدون موسيقى، لو عالمنا بدون لوحات مرسومة، لو عالمنا بدون روايات، بدون شعر، بدون أفلام، بدون كان يعني مجرد صحراء قاحلة. فالفن ما في شيء، طبعا ممكن يستخدم للشر مثله مثل غيره. نعم. له ممكن حدا يستخدمه للشر، لكن نحن ناخذ الاستخدام النافع الإيجابي. الشعر، حقيقة الشعر ليس بعيدا عن الدين، والناس تستغرب أحيانا، لأنه إذا لاحظتي كل الكتب الدينية فيها حتى، تراتيب. طبعا وحتى هي مكتوبة بلغة شعرية. يعني الكتاب نعم. المقدس يحتوي أسفار نحن نسميها أسفار شعرية، طبعا باللغة الأصلية اللي كتب فيها، يعني على الوزن وعلى القافية وعلى القرآن نفس الشيء. يعني فيه ليس شعر بشعر، يعني شعر حقيقي، لكن فيه وزن وموسيقى. أيوة، في موسيقى نعم. شعرية، فيه لغة شعرية. نعم. التوراة نفس الشيء، حتى الكتب القديمة السومرية تلاحظي أنه بجوز ما يكون شعر بالمعنى الشعر، لكن مغلف إيقاع. بالروح في بالإيقاع، إيقاع. بالروح الشعرية. فما في تناقض حقيقي، أنا ما أشوف أي تناقض. لكن في البعض يعني من الإخوة أحيانا يستغربوا، وطبعا هذا هن طيبين ونواياهم طيبة، ممكن يوقفوا عند مفرد الشعرية ويحاكموها محاكمة دينية أو لاهوتية. أقول لغة الشعر تختلف عن لغة اللاهوت، في اختلاف، لأنه الشعر، تعرفي أنت شاعرة تكتبين الشعر فيه صور، فيه خيال، فيه نعم. مجازات، فيه استعارات، ما يتاخذ بشكل حرفي. إذا اتاخذ بشكل حرفي يساء فهمه. فكثير مرات أكتب تجيني تعليقات أو على الخاص أو على العام أنه لا ليش هذا مخالف. هذه لغة الشعر تختلف. لذلك قلت مرة توضيحا، يعني لست، ويا ريت ينتبهوا الإخوة المشاهدين والأخوات وأنت أكيد بالذات، بيستمعوك لست في قول الشعر لاهوتية. لاهوتية يعني رجل دين. لست في قول الشعر لاهوتية، فأنا أكتب الذي فاض في. قد ترى فيه ثورة ضد نفسي، أو تراه في البوح رومانسية. ليس للشعر وقفة عند حد، ثائرا يأتي موجه همجيا. لينا قد تراه يوما رقيقا، وتراه يوما فمن وحشيا. عاقلا حينا مثمرا في هدوء،
وتراه حينا غدا عصبيا. مرة يلبس الرداء حياء، وتراه في مرة شق زيا. مطرا يأتي مرة فوق بيد، ثم حينا يأتيك صحراويا. واضحا مرة تراه صريحا، وتراه كاللغز حينا عصيا. مؤمنا ثابت العقيدة حينا، ثم حينا تلقاه هرطوقيا. هكذا الشاعر، هكذا الشاعر الحقيقي. مرة هكذا الشاعر الحقيقي يحيا، مرة مهزوما وأخرى قوية. إنه إنسان على البحر يمشي، إنما ليس في خطاه نبيا. الله. حقيقة الشعر هيك بيطير وبيمشي على البحر وبيصير فراشة، ممكن يصير جدول، ممكن يصير يعني تراب ويصير وطن. يعني هيك الشعر فعلا عنده كنايات تختلف عن اللاهوتية. وحضرتك كرجل دين بتلاقي صعوبة في كتابة الشعر، يعني توفيق بين هالشيئين، لا هالصفتين. لا يعني لا مثلا بتواجهك صعوبة في الحرية في الكتابة في بعض المواضيع، مثلا الغزل مم. كمثال طبعا يعني. هلا الغزل آه، آه، طبعا هلا أنا بالنسبة لي ما عندي أي مشكلة، ما عندي أي مشكلة. لكن المشكلة عم تكون إنه شعوبنا لسه عم تعطي هالة آه، كتير لرجل الدين، وتعتبره أحيانا إنسان غير عادي، وهو في حقيقة الأمر إنسان عادي مثله مثل أي إنسان آخر. يغضب، يهدى، آه. يثور، يتضايق، يحزن، يفرح، يعشق. يعني ما تضير، هو إنسان يعني مكون من نعم. أحاسيس. ف بس الشعب لا يطلب. أنا ما عندي مشكلة إذا كتبت، وأنا أحيانا أكتب يعني كباب، هذا كباب من أبواب. تعرفي الشعر له أبواب، لكن أحتفظ به لنفسي، نعم. يعني لا أنشره ولا أجد حضرتك. صعوبة. امم إيه تفضل، نعم. تفضلي. حضرتك عم تكتب بالعربية، وفي سؤال الأستاذ نزار قال إنه الفكر الشاعر جوزيف إيليا الكتابة بلغته الأم، علما أن لغته الأم هي كتاريخيا أعرق، يعني قديمة جدا. يعني طبعا أنا مو بس كان أتمنى، يعني كان شهوة قلبي، لأنه اللغة أنا من الشعب لغته عريقة يعني في التاريخ، وخاصة اللغة الشعرية. واللي يعرف ويقرأ تاريخ الأدب راح يشوف أنه في شخصية من أعظم شعراء الكون يعني نعم. صنف هكذا، رغم أنه لم يعني الترجمة لا تعطيه حقه. أي شيء يترجم لا يعطى حقه، خاصة الشعر. أكيد. هو القديس مار أفرام السرياني، شاعر كتب آلاف المقطوعات الشعرية بلغة ساحرة جدا. للأسف نحن لم نتعلم، يعني مو بس أنا، كل اللي اجوا من منطقة آزخ، وانت قلتي تعرفيها، ما كان يعرفوا اللغة السوريانية. السبب غير معروف، ما حدا يعرف ليش، بس ما أتقنوها، ما أتقنوها بشكل صحيح وما تعلمتها.
فأنا ما عندي مشكلة، يا ريت لو كان أعرف اللغة السريانية اللي هي لغتي الأم وأكتب فيها، بس هاي مو مشكلة. يعني هلا كثير من الأدباء العظماء من الأكراد، من الكرد، كتبوا بغير لغتهم. ما في مشكلة، اللغة هي مجرد وسيلة تعبير. يعني مثلا جبران آه، كتب بالعربي وكتب بالإنجليزي، يعني كتابه الأشهر النبي كتبه بالإنجليزي. ما كان عنده مشكلة مع اللغة، كان يتقن الاثنين. ويقال نحن نعرفه عربيا، لكن إنجليزيا يقال أنه يعني أديب لا يشق له غبار، خاصة كتابه النبي كان يتلى في بعض الكنائس تلاوة، يعني جبران. وكتاب له أيضا اسمه يسوع ابن الإنسان كمان بالإنجليزي. فأنا ما أعتبرها مشكلة اللغة، المهم الفكر، المهم الروح اللي يكتب فيها الأدب. اللغة إذن هي وسيلة تعبير، لا أكثر ولا أقل. نعم، ولكن أحيانا شلون بتصير يعني اللغة المكتوبة أدبا وفكرا وكتابة تاريخ والعلوم هي يعني بتخلي نعم هاللغة طبعا. تستمر والأجيال يتعلموها أكثر، يعني لا تضمحل ضمن اللغات الأخرى. حضرتك قريب كثير من الأطفال وكتبت عن الأطفال وحتى عن ذوي الحاجات الخاصة. طبعا هي ليست بعيدة عن روحك السمحاء المعروفة بالحنان والطيبة والإنسانية، وأكيد أكيد للأطفال لهم جانب كبير من أشعارك واهتماماتك. ممكن تحكي لنا عن هالتجربة؟ أصعب كتابة، هاي بخط عريض، أصعب كتابة هي الكتابة للطفل. ومو كل شخص يقدر يكتب أو يخاطب الأطفال. الأطفال عالم مستقل بحد ذاته، لذلك تشوفي في كثير من الشعراء الأفزاز ما قدروا يكتبوا للأطفال. مثلا الجواهري ليس له أي نص للأطفال، نزار قباني ليس له أي نص للأطفال، محمود درويش ليس له أي نص للأطفال. طبعا هذا ليس عيب، لكن هاي قدرة. إلى أي درجة واحد عنده قدرة ياخذ لسان الطفل ويحكي من خلاله. فأنا حقيقة كتبت كثير من الأناشيد بأوزان خفيفة متنوعة، لأنه لازم ناخذ تكون الأوزان كثير خفيفة، إيقاعها سريع، حتى الطفل يعني يتفاعل معه ويحفظها بسرعة يعني ويحفظها وتصل بسرعة. له كمان. إيه. فكتبت كثير من الأناشيد، وفي ديوان جاهز للطباعة قريبا موعود، خاص بالأطفال، وركزت فيه. وطبعا حكيت عن كثير من المواضيع، والأهم كان أركز أنه مثلا الطفل كيف يعيش مع أخوه الطفل. تعرفي نحن مجتمع متعدد، يعني كيف اللي جنبه مثلا يكون من دين آخر أو من إثنية أخرى، كيف يقول أنه هذا أخي، ما يحسوا أنه مختلف عنه. فكتير ركزت على القضايا، وركزت كمان على قضية ذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال، لأنه هاي ممكن يعانوا منها، يعني مجتمعات متخلفة تهمش هؤلاء، مع أنه كتير من العباقرة. ومعلومة إلك أستاذة نجاح، نعم. أول شاعر عرفته البشرية كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، اللي هو هوميروس، هوميروس. وكان أعمى ضرير. أول شاعر، يقال هكذا، أول شاعر في تاريخ البشرية. وتعرفي كثيرين نعرفهم، يعني عشنا حتى عصر، تعرفي المعري، ونعرف العظيم طه حسين، ونعرف. فكأنه الطفل لما يكون عنده مشكلة ما
أو يعني عنده احتياج، خلينا ما نقول مشكلة، ما يشعر أنه مهمش، لا. وكلمة إعاقة ما لازم نطلقها خاصة على الأطفال، ذوي ما لازم. الاحتياجات الخاصة. أيوة، ما لازم، لأنه ليس معاق. المعاق الحقيقي هو المعاق فكريا. فمن ضمن الأناشيد، يعني هيك كنموذج، يعني عندي أناشيد لا تحصى، يعني كثير هي. فأقول بلسان الطفل، بلسان الطفل ينشد هكذا نشيد: بحب وصدق أضم الجميع، بحب وصدق أضم الجميع، لتغدو حياتي بهذا ربيعا، جميع الشعوب خليقة ربي، أمد إليها أيادي حبي، فبالحب تبنى صروح البلاد، وبالحب ينمو سلام العباد، فهيا معا كي ندمر بغضا، أزال هناء وأحرق أرضا، ليرضى علينا رب السماء، ليرضى علينا إله السماء، ونحيا جميعا بكل صفاء. شوفي القيم، قيم، هاي فعلا لازم القيم بيحتاجها الطفل من يحتاج. تكوينه، أنه يبنى بناء صحيح على الأفكار النظيفة اللي ما صحيح. تعكر فعلا الحالة الإنسانية الفطرية عند الإنسان، أنه لا يبنى يعني مثل بعض المناهج المدرسية والدينية للأسف اللي تفرق بين الشعوب وتفرق بين أبناء الحي الواحد، الصف الواحد. للأسف صحيح. شفناه هيك بمدارسنا، وكان لها تأثير سلبي على حياتنا وعلى سلوكياتنا. في سؤال يا ريت الكنترول يحطوها يا دكتور محمود عباس، عم بيقول: كيف يستطيع الأب التوازن بين الشعر الحديث حيث العمق المادي والروحانية، وهل تعطي البعد الروحاني زخما لما يكتبه شعرا أو نصوص فكرية؟ نعم. وصل السؤال؟ طبعا وصل. نعم. أنا طبعا ما عندي أي مشكلة، وحقيقة شعري تناولت كل شيء، يعني لم أترك، وخاصة بالألفية، الألفية اللي هلا عم انشرها بالتسلسل على صفحتي على الفيسبوك، لم أترك أي جانب من الجوانب، مو بس المجتمعية لكن الفكرية أيضا، إلا تناولتها من خلال شعري. ما عندي أي مشكلة في تناول أي موضوع ولا أي قيمة فكرية. وأشوف لغة الشعر هلا في البعض من الشعراء أو من النقاد أو من الناس العاديين المهتمين بالأدب، يفكروا أنه ممكن يطلقوا على هذا النوع من الشعر شعر المناسبات، وأنا لست مع هذه التسمية. الشعر هو شعر، يعني ممكن أنا أقول شعر في مناسبة لكن أضمنه قيمة فكرية وجمالية. لا، يعني مثلا خذي المتنبي، أعظم شعراء العربية عبر التاريخ، كل قصائده قصائد مناسبات، ليس له قصيدة بدون مناسبة. هل هذا أخل بالقيمة الفكرية والقيمة الجمالية للشعر المتنبي؟ بالتأكيد لا، والدليل أنه ما زال شعره هو الأول والمحفوظ والديوان المحمول أو الموجود في كل بيت، ما في أي مشكلة. نعم. بداهمنا الوقت، وعن جد يعني أنا كنت مفكرة رح يكون يعني أقصى حد ساعة ونص، بس الحديث كان شيق جدا، ورح نختمه بقصيدة من حضرتك على مدينتك ديرك.
اللي ديريك لا زال عشقك إلا مستمر. وحتى وسيبقى. أحد الأصدقاء يعني المتابعين طلب أنه هل لدى الشاعر والقس جوزيف إيليا قصيدة عن ديريك؟ أوه ديريك، ديريك يا ريت، بس الوقت لأنه أخذنا يلا. كثير. لن أنسى. بعتذر. لا ولا يهمك، هيك أبيات قليلة. لن نعم. أنسى ديريكا أبدا، من كانت لي عينا ويدا، وسقتني لحنا أنعشني، فغدوت به صوتا غردا. لم أنسى ولن أنسى أني فيها أحيا روحا جسدا. ديريكو فراقك يحزنني، أتراني قد آتيك غدا. إن شاء الله، إن شاء الله. إن شاء الله. بنتمنى كلياتنا نرجع لديريك ولأوطاننا ويعم فيها السلام والمحبة يا رب. عن جد أنا بتشكرك كتير حضرة القس والشاعر جوزيف إيليا أنه لبيت الدعوة وكانت ضيفنا بصدرك الرحب وبأسئلتك وبهدوءك شخصيتك السمحاء والقريبة جدا من الناس، وهذا كان واضح كتير خاصة من أهل ديريك. يعني اليوم كلهم اجتمعوا هون. يا الله. يعني والله. أحبة. في عندك كلمة أخيرة ممكن توجهها يعني طبعا أول شيء تحياتي للجميع، لأهل ديريك والقامشلي والحسكة وكل سوريا، وتحياتي لإلكن وشكري بلا حدود لهالدعوة الكريمة. وأتمنى أنه ما أكون أو ما كنت ضيف ثقيل عليكم. العكس وعلى تماما. العكس وعلى من تماما. بس بتمنى انه اسئلتي ما كانت لا ثقيله. لا، كله. فأقول هيك في يعني ما قلته، راح أختم بهالبيت: ما قلته كل الذي أريده. دائما عندنا شيء لم نقله بعد. نعم. ما قلته كل الذي أريده، إني فم منتظر جديده. فيا ان ريت شاء الله. فيا ريت هيك ينتظروا أحبائنا دائما شيء جديد، إن كان مني أو من غيري من الشعراء والأدباء. ان شاء الله، وان شاء الله هيك نشوفك بصحه دائمه وبخير وسلامه وبعطاء دائم لكتاباتك ولأشعارك. ونتشكرك باسم قناة بيف تي في وباسمي شخصيا على تلبية الدعوة، وبتشكر كل المشاهدين اللي تابعونا، وبعتذر من كل اللي ما أتاح لنا الوقت انه نرد بشكل مباشر على اسئلتهم. بس بتصور انه المحاور كانت غنية جدا، المواضيع كانت كثيرة، وحتى حذفنا بعضها مشان ضيق الوقت. أكيد مثل حضرة القس والشاعر جوزيف إيليا بده ساعات، وممكن في الأيام القادمات الله أعلم ممكن أن نلتقي به مرة أخرى ويتكلم ما هو جديد أو يعطينا ما هو جديده. في نهاية الحلقة أشكر الأخ الأستاذ عبد الباقي الحسيني، وأشكر الأخت الأستاذة فدوى حسين اللي بالكنترول وتابعونا، وبشكر متابعتكم، وبشكر القناة بيف تي في بكل كوادرها، وبشكركم على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا، وإلى حلقة جديدة في برنامج جديد من أزوتا. كونوا بخير وسلام. تصبحوا على خير. تصبح على خير. تصبحوا على خير.